في ولاية أريزونا في أمريكا، طالب في عمر 18 عام مارس الجنس مع معلمة الرياضيات التي يتجاوز عمرها 48 سنة. الشخص الذي كشف أمرهما هو طالب آخر اعتاد على ممارسة الجنس معها، لكن بعد مشادات عنيفة بين ال3 أشخاص انتهى الأمر بطعن المعلمة للطالب حتى الموت. تم تنفيذ حكم الإعدام في حقها لاحقا. العقاب الشديد. تم اتهام المعلمة كيران سريجس التي تعمل بإحدى مراكز رعاية الأطفال بالقسوة الشديدة وممارسة العنف مع الأطفال، وذلك بعد أن قام أحد العاملين بالمركز بإبلاغ منظمة حقوق الطفل، والتي اتهمتها بإساءة معاملة الأطفال، والتي تمثلت في تشجيع الأطفال على القتال فيما بينهم للحصول على ما يريدونه، ومعاقبة الأطفال بالوقوف على أصابعهم لفترات طويلة. منعت المعلمة إليزابيث دايفيز التي تعمل بمدرسة ويلش الابتدائية من ممارسة التدريس لمدة عامين، بعدما قامت برش طلابها ببخاخ معطر الجو بعد أن أخبرتهم أن رائحتهم كريهة، كما اتهمت بنعت طلابها بألفاظ مسيئة ومهينة وألفاظ جنسية. ماركو برينت مدرس ابتدائية يواجه عقوبة السجن مدة 25 سنة لإطعام طلابه كوكيز مخلوطة بسائره المنوي، حتى التقط صور لتوثيق الحادثة. تم إلقاء القبض عليه بعدما كان يغطي أعين الطلاب ويطعمهم الكوكيز المخلوطة بسائره المنوي. معلمة بإحدى مدارس فلوريدا أصابها الغضب الشديد من طالبة تبلغ من العمر 13 عاما لعدم توقفها عن التحدث مع زملائها بالصف أثناء الدرس، فأخذت المعلمة شريطا لاصقا وأغلقت فم الطالبة، وعندما حاولت الطالبة إزالة الشريط لكي تسعل، أضافت المعلمة شريطا آخر، مما تسبب للطالبة أمراض وضعف في التنفس. وعندما امتثلت المعلمة للتحقيق، أفادت أن الأمر برمته كان مجرد مزحة. تلقى طلاب الصف الخامس في إحدى مدارس كاليفورنيا شريطا إباحيا كمكافأة لنهاية العام الدراسي، حيث قامت المعلمة كريستال دي فرانتي بإعطاء كل طالب قرص فيه فيديو لها وهي تمارس الجنس، ليأخذه الطلاب إلى المنزل دون معرفتهم على ماذا يحتوي. وبعدما شاهدوا في منازلهم تفاجأوا بمشاهدة معلمتهم دي فرانتي وهي تمارس الجنس، مما وضع المعلمة في موقف محرج للغاية أمام أهالي الطلبة وإدارة المدرسة. تم إلقاء القبض على المعلمة درودي هارت لأنها أمرت 6 من طلابها بضرب رفيق لهم في الصف، وقد حدث هذا الاعتداء بعد نقاش حاد بينها وبين الطالب لتطلب المعلمة من طلابها تلقينه درسا، ولحسن الحظ تم تصوير ما حدث